كنا سعداء بالمشاركه في هذا الملتقى الاعلامي الاول اللي كنظموا الجمعيه المتوسطيه، وفي الحقيقه كانت هذه فرصه لمناقشه الموضوع الساخن على الساحه الاعلاميه وهو موضوع التنظيم الذاتي. وبطبيعه الحال عبرنا على مواقفنا المبدئيه على انه يجب الالتزام بالمنهجيه الديمقراطيه وتنظيم الانتخابات التي ينص عليها القانون والموجوده في القانون، وان نخرج من كل هذه الحلول الترقيعيه بإلغاء اللجنه المؤقته التي نعتبرها غير دستوريه، وانها التنظيم الذاتي هو جزء من كل، يعني يجب ان تكون هناك مقاربه شامله للنهوض الحقيقي بالصحافه الوطنيه والجهويه لخدمه القضايا الوطنيه، وذلك بالحفاظ على استقلاليتها ومصداقيتها وتعدديتها. وهذا لن يتاتى الا بما يمكن ان اسميه بفصل التراث وابتعاد الجهاز التنفيذي عن الصحافة التي يجب أن تبقى مستقلة، ويجب أن يعين فيها الجهاز التنفيذي من يسير شؤون هذه الصحافة، وهذا سيخلق عجزا في استقلاليتها ومهنيتها. إذا كنا ندعو إلى تغيير القوانين وتحسين الأوضاع ولم الشمل في الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنهوض بها وتأهيلها، فإننا ندعو كذلك إلى عدم معالجة هذا الأمر عن طريق هذه المقاربات التي تمس بصورة البلد وبانتقاله الديمقراطي وبحريته العامة التي تأسست منذ 1958. فنتمنى أن لا يمر هذا المشروع قانون اللجنة المؤقتة، وأن تتكاتف جهود جميع المهنيين من أجل النهوض بأوضاع المقاولات الصحفية وبالأوضاع الاجتماعية للصحفيين في المقاولات على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. تنظيم هذا الملتقى اليوم بتطوان هو ملتقى جهوي للإعلام بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يأتي في ظرفية يشهد فيها المشهد الإعلامي الوطني نقاش قوي حول التنظيم الذاتي للصحافة، وأيضا علاقة هذه المسألة هذه بقضايا الوطن. هذا التنظيم هذا اليوم بالضبط هنا في تطوان وفي الشمال باش ما يبقاش النقاش مركز في محور الرباط الدار البيضاء، ايضا باش توضعوا ايضا الصحفيين هنا بشمال المغرب في صوره ما يجري ما يحدث مستقبل الاعلام ببلدنا. ضيوف الملتقى اليوم يعني اسهبوا في او لا اوضحوا حقيقه ما يحدث، يعني وضعوا الجميع في صوره النفق الذي دخل فيه الاعلام المغربي، وبالتالي إذا لم نتحرك كإعلاميين وإعلاميات لإنقاذ مهنتنا ولإنقاذ تنظيمنا الذاتي سنتأسف مستقبلا على هذه المهنة وسنقول عليها السلام. عبد الله أبو عوض، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خبير معتمد إعلامي دولي على مستوى الدراسات في مجموعة من المراكز الدولية والحمد لله. طبعا هذا الملتقى الجهوي الذي استدعينا للمشاركة فيه في حقيقة الأمر هو عبارة عن بادرة جد مهمة، لأنها تعتمد مقاربة غالبا ما تكون غائبة عن الواقع الذي يمارس من خلال الممارسة الإعلامية في الجهة. فأن تكون مثل هذه المبادرات تفتح النقاش حول التحديات التي تواجه المقاولات الصحفية، حول الدور والوظائف التي ينبغي أن تقوم بها المقاولات الصحفية. هل يمكن حقيقة الاعتبار على أن ما تعيشه المقاولة الصحفية على مستوى الجهة هو يعني نموذج يمكن أن يساهم ويشجع في تطوير ذاتها على مستوى بنائها كمقاولة ذاتية؟ ثم بعد ذلك نطرح النقاش على مستوى ما هي الوظائف التي ينبغي أن تتخذ وأن توجه وأن تعتمد كمقاربة لهذه المنابر الصحفية في خلق النقاش والدفاع عن القضايا الوطنية الرئيسية الكبرى. إذا مثل هذه المواضيع في الحقيقة هي مواضيع جد مهمة. نحيي الهيئة المنظمة ونتمنى أن نرى منابر إعلامية في المغرب ترقى بالجودة على مستوى الممارسة، على مستوى الخط التحريري، وعلى مستوى تحقيق ذاتيتها كمقاولة ناجحة تستوعب الطاقات، تستوعب الشباب، وتكون حقيقة منبر لمن لا منبر له. أنا كناشد من هذا المنبر هذا أن جميع المؤسسات المحلية ولا الجهوية ولا الوطنية اللي هي كتشتغل يعني كيعملوا تسيير او تسيير الشأن المحلي وكيخدموا كاملين خصهم يشجعوا هذه المقاولات المحليه في الصحافه باش يلقاو هاد الناس هادو او هاد الشباب وهاد الشابات يلقاو انه باش يكبروا ويطوروا راسهم. وصراحه انا كبرلماني عن دائره تطوان انا جيت سعيد بالتواجد ديالي معكم وراه الاشارات جميع الصحفيين والصحفيات
وكنآمنوا كاملين ان الصحافه هي كتلعب واحد الدور مهم، دور لا الدفاع على القضايا الوطنيه ولا الترويج على السياحه الوطنيه ولا الترويج على الاستثمار ولا حل واحد العديد ديال القضايا. ملي كنقول حل القضايا راه كاين واحد العديد ديال القضايا اللي تاروهم صحفيين بساط، هذاك الصحفيه ولا الصحفي الشاب تار موضوع دخل من محلي رجع وطني وتم محله عن طريق ذاك الشاب اللي ما كيحسبوه حتى واحد. وانا هذه الشعار ديالي هو الشباب والشابات بغينا نمشيو بهم القدام ونلقاو لهم آلية باش يشتغلوا ويعيشوا العيش الكريم في وطن كريم. شكرا. اطلب من الصديق رفيق بن قرشي يجي يسلم الدرع التسكرين للسي عبد الحق بخات. ايضا اطلب من زميلي معاذ ولا العيان يقدم واحد الهديه باسم الجمعيه في معاذ. هي واحد الهديه تلك هذاك اطلب من الزميل ياسين الصفار يجي يقابل باش يعطي الهديه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.